السلام عليكم ورحمة الله. يا رب يا متابعين الغاليين تكونوا بخير وبسعادة دايما يا رب. اخواتي وحبايبي ربنا يا رب يسعدكم كده زي ما بتسعدوني بكومنتاتكم ولايكاتكم الحلوة. ويلا بينا النهاردة نعمل كده زي ما انتم شايفين الجمال ما شاء الله. عملنا كده كيكاية كده بصوص الكراميل كده، عملناها كده بكل سهولة. شايفين قد ايه جميلة. هنوريكم كده الخطوات واحدة واحدة كده. ان شاء الله الفيديو يعجبكم، وان عجبكم حطوا لنا اللايك الجميل. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ. طبعا انا جبت الكيك كده جاهز. الصراحة كان عندي ربع كيلو دقيق سبونج فعملته بدقيق سبونج. ممكن تعمليها كيك عادي يعني، مش شرط ان انت تعمليها بدقيق سبونج، بس لو كان عندك هيكون افضل يعني. طبعا اللي انا دلوقتي حطيت عليه معلقتين كبار من الكريم شانتيه. كان مع عندي من الكاستر بالشوكولاته. اخدت منه معلقه كبيره على كوبايه من اللبن اللي هو المج ده. اخدت مليان لبن، واخدت عليه معلقه من الكاستر اللي هو بالشوكولاته. معلقه كبيره مليانه، ومعلقه كبيره برضو مليانه من السكر، او معلقه ونص من السكر، او معلقتين على حسب انت ايه ما بتحب السكر قد ايه فيه. طبعا فضلت اقلب فيه لغايه ما غلى معايا. بعد كده نزلت عليه اخر ما خلاص لازم يغلي كويس. وبعد كده نزلت عليه بشويه من شوكولاته الشيبس، يعني نص معلقه كده من الزبده. خلاص كده ايه، وسبته لغايه ما برد خالص. حطيت عليه كيس كده وسبته لغايه ما برد خالص. وطبعا زي ما انتم شايفين حطيت له كده معلقتين من الكريم شانتيه كبار وضربته. خلاص بقت معايا كده الكريمه جاهزه. آه، هبدأ دلوقتي. جبت كده نص كوباية من اللبن، وبدأت اللي انا حطيت لها شوية كده من اللي هو صوص الشوكولاتة، ومعلقة صغيرة خالص من اللبن البودرة. ممكن تستغني عن اللبن البودرة، يعني صوص شوكولاتة وخلاص. بس يعني ايه، عشان خاطر تديله طعم كده، وبتخليها طعمها كده ايه كريمي كده وحلوة. فطبعا دلوقتي بدأت اللي انا اسقي الكيك كده، هسقيه كده لغاية ايه ما الكيك كده يتشرب معايا كده، عشان انا محتاجة ان الكيك يكون معايا طري. خلاص كده هبدأ ان انا ايه اجيب الكريمة معايا. زي ما انتم شايفين هي الكريمة مش جامدة قوي. لو انت حابة ان الكريمة تكون اتقل من كده، ممكن انت تنزلي عليها ب3 معالق من الكريم شانتيه. بس انا بصراحة هي عجباني كده، حاسة اللي هي كده ايه معايا جميلة. ما عندكيش اللي هو كاستر بالشوكولاته، ممكن انتي هتجيبي معلقه كبيره من النشا ومعلقه من الكاكاو. هتعمليها كده، هتبقى جميله جدا معاكي. برضو اخر حاجه هتحطي شويه اللي هم شوكليت شيبس او مكعب كده من الشوكولاته. هيديكي برضو نفس النتيجه، يمكن احسن كمان زي ما انت شايفه. طبعا جبت شويه كده من الشوكولاته. اهم حاجه بقى تحطوا لنا اللايك، واللي اول مره يشوف قناتي كده يشرفني وينورني بالاشتراك الجميل بتاعه، وكومنت حلو بقى تقولوا لي رايكم كده فيه. طبعا انا قسمتها كده لجزئين، وهبدا انزل بقى بالجزء ده. ممكن ان انت تعملي الكيك في صينيه مدوره، وممكن تعمليها في صينيه مستطيل زي اللي انا كنت عاملاها. اي حاجه يعني على حسب الحاجه اللي بتريحك. زي ما انت شايفه كده بدات اللي انا ايه هسقي برضو الطبقه التانية. هخلصها وابدا ان انا احطها كده في الفريزر لمده ايه نص ساعه. حابه تحطيها في التلاجة حطيها، لو عندك وقت مثلا شويه حطيها في التلاجة. بس انا ايه حطيتها كده لمده نص ساعه قبل ما اعمل بقى اللي هي الطبقه الاخيره بالكراميل. طبعا زقيتها كده. حطيها بقى اهم حاجه ايه اللي هي تسقع شويه، يعني هتكون اخدت كده نص ساعه في الفريزر. طبعا معايا اللي هو صوص الكراميل، معايا كوبايه 3/4 كوبايه من السكر وكوبايه من اللبن. هحط عليها كده معلقه صغيره مليانه من النشا، ومعايا كده مكعب من الزبده، وهكون معايا شويه من السوداني، ونص فنجان كده من الميه. طبعا رفعت كده خلاص الطاسه كده على النار، وهبدا ان انا هنزل كده بالسكر وهسيبه. مش هقلب دلوقتي خالص لغايه ما يبدا ان هو يسيح معايا كده. آه هوريكم بصي بدا يسيح معايا كده. هبدا ان انا ايه اديله تقليبه كده خفيفه. الكراميل ما تسيبوش ابدا ولا تتحركي من جنب منه طول ما هو انت رفعتيه على النار.
تفضلي ايدك فيه على طول، لان في لحظه ممكن تلاقي مثلا شويه كده مثلا في الحرف كده بتاع الطاسه اتحرقوا، هيديكي مراره كده، مش هيبقى طعمه مش حلو. فمعلش يعني ايه، واحنا وبنعمل الكراميل بالذات لازم تفضلي واقفه. طبعا انا اول ما بدا ان هو يسيح معايا كده، بدات ان انا ايه هديت كده النار، وبدات برضو ان انا ايه بقلب كده. وزي ما قلت لك معلش انا ماشيه معاكي خطوه خطوه، بوريكي ان انا ايه ما بسيبهوش. طبعا انا محضره جنب مني اول حاجه هنزل بيها، طبعا هنزل باللي هو نص فنجان من الميه. لو انت هتنزلي بمكعب الزبده تبقى محضره مكعب الزبده جنب منك. لو هتنزلي برضو باللبن مع النشا تبقي محضره جنب منك. طبعا احنا مع اللبن، كوبايه اللبن مع معلقه النشا الصغيره مليانه، معلقه صغيره مليانه. ممكن في المرحله ديت تنزلي عليها بمعلقه من الكريم شانتيه، وممكن تحطي معلقه برضو من لبن البودره، يعني معلقه كريم شانتيه صغيره ومعلقه لبن بودره. الصراحه هيخليه معاكي كريمي كده وحلو. طبعا انا اللي معايا اللبن، كان اللبن فيه وش اللي هي القشطه بتاعت الوش اللبن زي ما انت شايفه كده. طبعا بدات ان انا ايه اهم حاجه ربنا يا رب يحفظنا ويحفظكم. تنزلي كده بالميه، تخلي بقى ايه تبقي حريصه ما يكونش جنبك اطفال صغيره، وتكوني ايه بعيد، عشان خاطر برضو يعني ربنا يعافينا، ممكن لسعته وحشه قوي. فربنا يا رب يعافينا ويحفظنا. زي ما انتم شايفين كده طبعا دلوقتي بدأ هو ايه، سبته كده مع نص كوبايه الميه، وطبعا انا كل ده شغاله والنار هاديه. بدأت نزلت كده بمكعب الزبده، هبدأ ان انا اقلب فيها كده. مش عايزه اقول لك قد ايه كان صوص كراميل جميل جدا. طبعا معاكي بقى اي نوع كيك، اي حاجه هتحطي عليها، والله لو بسكوت ساده عملتيه بطبقات برضو، وبدات اللي انت حطيتي عليه من فوق اللي هو الكراميل ده، يعني مش عايزه اقول لك ما شاء الله معاكي هيشتغل معاكي على اي حاجه، كان فعلا جميل جدا. طبعا زي ما انتم شايفين انا ايدي ما شلتهاش من التقليب خالص. وطبعا شويه صغيرين اللي هي رشه الملح الصغيره خالص ديت بتفرق معانا، بتديك الطعم الحلو قوي، بتظهر معاك الطعم يعني. طبعا زي ما انت شايفه كده بدات اللي انا ايه بقلب فيه. طبعا لازم يغلي معايا لان انا كده حاطه نشا، فانا محتاجه اللي هو يغلي كويس. احنا عملنا الكيك قبل كده كذا مره مع بعض، بس بصراحه انا ايه قلت هعدي خطوه الكيك ديت، ان انا ايه بعد ما عملتها بصراحه انا ما كنتش يعني ايه هصور. فبعد ما خلصت الكيك فطلعت في دماغي بقى، قلت ايه جات لي يعني الفكره ان انا اعمل صوص الكراميل الجميل ده. فقلت بقى ايه هصوره كده مع حبايبي، كذا حد سألني عليه، فقلت برضه هصوره لكم كده وانا ماشيه معاكم خطوه خطوه. طبعا اخر حاجه انا بطفي النار، وبعد كده بنزل باللي هو السوداني، شويه كده من السوداني اللي انا ايه يا دوبك انا دقيته كده، مش بتطحنيه، انا ما طحنتوش في مطحنه بصراحه عشان ما تخليهوش ناعم معايا، يعني نص دقه كده بالراحه كده عشان خاطر يبقى معايا في حتت كده من السوداني كده ظاهره كده زي ما انت شايفه. بدات اللي انا ايه اخدت كده عشان خاطر بس اسهل على نفسي، وانا ببدا ان انا اوزعه. طبعا زي ما قلت لكم انا سبتها كده لمده نص ساعه في الفريزر، وبعد ما خلصت الكراميل سبته بقى لغايه ما يهدى. يعني اهم حاجه سيبيه يهدى معاكي خالص، ما تشتغليش بيه وهو لسه سخن كده ايه. بدات اللي انا سبته لغايه ما هدى، يعني هدى بس برضو يعني لسه برضو سخن، يعني مش سخن قوي بس ايه عشان خاطر بس اعرف ان انا ايه اوزعه كده واظبطه. مش قادره اقول لك يعني ما شاء الله كانت جميله جدا وسهله. احلى حاجه بقى ان هي ايه حاجه كده سريعه، واضطر علينا بقى في الحر ده. طبعا انت بتبقي عايزه ايه تلاقي اي حاجه حلوه كده، واهم حاجه ان احنا بندور على الحاجه اللي تكون سهله. جبت كده اللي هو شويه كده من شوكولاته الشيبس، حطيت عليهم معلقه صغيره كده من الزبده ومعلقتين من اللبن، وبدات اللي انا سيحتهم. وزي ما انت شايفه كده بدات اللي انا ايه هظبط كده هحط كده من صوص الشوكولاته.
طبعا انتوا عارفين يعني بره الاسعار عامله ازاي، فاحنا بنحاول ان احنا برضو مش بنحرم اولادنا من حاجه الحلوه، وفي نفس الوقت بتعملي كده الحاجه الحلوه في البيت. فطبعا احنا ايه، بندور على حاجه اللي هي تكون سهله، يعني سهله وفي نفس الوقت شكلها جميل. والله فعلا تقدميها للضيوف ما شاء الله جميله جدا زي ما انت شايفه. طبعا أنا هبدا ان انا ايه، هقطعها كده. انا سبتها يعني بعد ما خلاص زينتها سبتها كده برضو تاني في التلاجة كده شويه، وبدات طلعتها وبدات اللي انا ايه، اوريكم بقى كده لما اقطعها. ما شاء الله قطعيها بقى القطع كده زي ما انت عايزه، بس ما شاء الله طالعه القطعه كده جميله. يعني مش قادره اقولك قد ايه كده زي ما انت شايفه كده، وهي وانا وبقطع كده منها يعني هشه كده وجميله. طبعا الكيك الاسفنجي يعني غني عن التعريف، احنا كلنا عارفين ان هو قد ايه بيبقى هش وجميل. شايفه قد ايه جميله ما شاء الله، الطبقات بتاعتها برضو حلوه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله.